دخلوا البنك من مجاري بين الوسخ والريحة القاتلة عشان يوصلوا لأكبر خزنة في فرنسا. والشرطة لما فتحت البنك يوم الاثنين انصدمت إن الخزنة فاضية تماما، والأبواب مسكرة من جوا، والسرقة تمت بدون ولا رصاصة. والأغرب من هيك الحرامية خلوا رسالة على الحيط جلطت المحققين. شو القصة اللي هزت أوروبا؟ البداية كانت مع واحد اسمه ألبرت اسبيجياري، رجل مصور بس عقله شغال في التخطيط الإجرامي. قرر يسرق بنك سوسوتية جنرال في مدينة نيس، وهذا البنك كان معروف إنه قلعة مستحيل تخترق. ألبرت ظل يراقب البنك لمدة شهور، ولما عرف إنه الخزنة محصنة من كل الجهات أجت له فكرة مجنونة: ليش ما ندخل من تحت الأرض؟ نزل للمجاري واكتشف إنه جدار الخزنة جمع عصابة من المحترفين وبدأوا رحلة العذاب. تخيلوا 3 شهور وهم بيحفروا نفق 8 أمتار في عز الريحة الوسخة والظلام والرطوبة. كانوا بيستخدموا أدوات حفر ثقيلة ومدوا كابلات كهرباء لمسافة كيلو الأمتار. تعبوا تعب مش طبيعي، لدرجة إنهم كانوا بيحفروا بالملي عشان ما حدا من الموظفين الفوق يحس بإشي وباهتزاز لو كشفهم أي موظف راحوا فيها. اختاروا ليلة عيد عندهم اسمها الباستيل، عطلة رسمية، يعني البنك حيسكر ليومين. يوم السبت كسروا آخر طبقة من الجدار ودخلوا الخزنة، وما كانوا مستعجلين أبدا. فتحوا أكثر من 400 صندوق أمانات، ولما المصاري والذهب والمجوهرات بقيمة 30 مليون دولار. والمجنون ألبرت خلى العصابة تقعد تتعشى وتشرب داخل الخزنة بكل روقان، وهم بلموا في الغنايم ولا كأنه في شرطة ولا إنذار. قبل ما ينسحبوا من النفق ويسكروا وراهم، ألبرت جاب دهان وكتب جملة خلى مدير البنك والشرطة ينجنوا لما شافوها. بدون أسلحة وبدون عنف وبدون كراهية هربوا واختفوا، والشرطة قعدت شهور مش فاهمة كيف دخلوا وكيف طلعوا. ولما انقبض عليهم بعدين وتحاكموا، ألبرت شرد من شباك المحكمة بطريقة سينمائية واختفى للأبد. وهيك كانت سرقة القرن اللي دوخت فرنسا. السؤال لك: هل بتشوف هذا الرجل بطل شعبي ولا مجرد حرامي ذكي زيادة عن اللزوم؟ اكتب لي رأيك في الكومنت، واكتبوا لي قصة أقولها في الفيديو الجاي.